بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله بإذن الله. هنعمل معاكم ان شاء الله البيتزا رول ديت او الميني بيتزا، بس انا عاملاها على شكل رول بحيث ان الحشوة بتاعها ما يقعش منها. هو هقولك ازاي تعجنيها وازاي والمكونات بتاعتها وازاي تطلع معاكي قطنية وجميلة كده وطرية، وهقولك على كل تفاصيلها والمقادير بتاعتها. بس اذكري الله ونقول المقادير بتاعتنا. عندنا نص كوبايه من الميه، عليها باكت خميره فوريه او معلقه تمام كبيره خميره فوريه، ومعلقتين من السكر. تمام كده هقلبهم واسيبهم على جنب عشان اشوف الخميره هتتفاعل معايا ونشطه ولا لا. تمام كده. وبعد كده عندي كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدام. تمام كده. ونص كوبايه سايباها على جنب هشوف انا هحتاجها ولا لا. تمام. يبقى هنا كوبايتين ونص ومعايا نص كوبايه هشوف هحتاجها ولا لا، ونص معلقه صغيره من الملح. تمام كده. ونص كوبايه من الحليب. تمام. وبعدين حطيت ربع كوبايه من الزيت وحطيت الخميره. تمام كده. هبتدي بقى اعجن فيها زي ما انتوا شايفين. عجن بقى كويس قوي، استمر في العجن كده. هنا حسيت ان انا محتاجه نص كوبايه الدقيق، هحطها بقى بالتدريج زي ما انتوا شايفين وابتدي اعجن كده. عجيناها كويس قوي. كل ما تعجني العجينه كويس هتديكي نتيجه افضل. هنا اتعجنت معايا ونعمت اهيت. انا حطيت نص كوبايه اللي انا كنت سايباها على جنب، احتاجت التلات كوبايات كلهم. هغطي عليها بقى واسيبها تخمر لمده ساعه او من ساعه لساعتين حسب الجو عندك. هنا كانت خمرت معايا وتضاعف حجمها. اخدها بقى وافردها على الرخامه، بس الاول احط رشه دقيق كده زي ما انتوا شايفين. تمام. واقوم فردها بقى على شكل مستطيل او شكل مربع عشان انا هلفها رول زي ما انا قلت لكم. تمام كده. هبتدي افردها. شايفين العجينه قد ايه طريه وناعمه؟ ده نتيجه ان انا عجنتها كويس وسبتها ترتاح او تختمر براحتها. تمام كده. هبتدي بقى افردها اهوت على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين بسمك 1 سنتي، افرديها على قد ما تقدري. تمام. وبعد كده هجهز الحشوة بقى، اي حشوة عندك او اي حشوة تحبي تحطيها حطيها، بس الاساس معانا جبنة موتزاريلا. تمام. إيه الحشو بقى ده بتاعك انت، انا بديك افكار وانت بقى ايه حطي اللي تحبيه، واللي ما تحبوش ما تضيفوش من اللي انا هحطه يعني. انا هحط معايا اول حاجة الجبنة الموتزاريلا زي ما انتوا شايفين اهو. تفردها على العجينة كلها كده بحيث كل مكان يوصل للجبنة، عشان هي اللي برضو هتساعد ان هي تمسك الحشوة بتاعتنا ما تقعش منها من العجينة يعني. تمام كده. وهحط كمان فلفل الوان او فلفل اخضر اللي عندك حطيه، ولو مش حباه تضيفيه ما تحطوش. تمام كده. وهحط اللانشون زي ما انتوا شايفين، وهحط طماطم بس شايله القلب بتاعها، وهحط زيتون. تمام كده. انتي حابه تشيلي حاجه مش بتحبيها او اولادك مش بيحبوها شيليها. ممكن تحطي لحمه مفرومه، ممكن تحطي شاورما فراخ، زي ما انت حابه بقى. تمام. يلا حبيبتي اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام كده. هبتدي بقى الفها زي ما انتوا شايفين بقى، الفها على شكل رول كده. انا هنا حطيت كمان شويه جبنه موتزاريلا. تمام كده. هبتدي بقى الفها معاكم زي ما انتوا شايفين اهو. تلفي بقى واظبطي الحشوه جواها كده على قد ما تقدري. تمام كده اهو. تلفيها كده بتظبطها من جميع الجوانب هتلاقيها اتلفت معاكي بكل سهوله. وشايفين قد ايه العجينه طريه وجميله. كل ما تطري العجينه كل ما تديكي نتيجه يعني افضل، وتديكي عجينه اسفنجيه كده حلوه، ما تنشفيش العجينه. تمام. هنا بقى صينيه عندي هدهنها دهنه زيت كويسه كده عشان العجينه مش تلزق فيها. تمام. واقطعها بقى زي ما انتوا شايفين كده بالحجم اللي تحبيه. انا كنت بقيس 3 صوابع ويعني اقطع. تمام. انت بقى حباه اصغر من كده اكبر من كده براحتك. هديها بقى تبطيطه بسيطه كده عشان تاخد الشكل الدوريه المدور بتاع الميني بيتزا اللي احنا بنجيبه من الافران. طعمها كان جميل وريحتها كانت قلب الدنيا. احنا في الشتاء بقى، والشتاء بيحب المعجنات، جنب كوبايه حليب كده او شاي بلبن الصبح او في الفطار او في العشاء. جميله جدا والاولاد هيحبوها. ممكن تحطها للاولاد في اللانش بوكس، هتفيدك جدا جدا. تمام. ابتديت ارصها كده، اغطي عليها بقى تختمر كمان يعني تضاعف حجمها كده كمان لمده ايه ربع ساعه.
هنا كانت ضايف حجمها اهوت زي ما انتوا شايفين. ادهناها بقى بصفار بيض، لو مش بتحبي صفار البيض ادهناها بحليب. لو مش بتحبي الحليب انا دهنتها بنص كوبايه من الميه، تمام، عليها معلقه قهوه سريعه الذوبان، عليها معلقه صغيره حليب بودر، وقلبتهم ودهنت وشها. انت ممكن تدهنيها حليب بس، انت ممكن تدهنيها صفار بيض، لو ما بتحبيش صفار البيض ممكن تدهنيها ميه كمان، هتديك نتيجة حلوة برضو. في الوقت ده انا كنت مولعة الفرن يسخن على درجة حرارة 180، تمام، وحطيتها على الشبكة. ما خدتش معايا تلت ساعة وكانت طالعة من الفرن، تمام كده. ادهني بالراحة زي ما قلتلك عشان ما يتضيعش الخمر بتاعها اللي هي ارتاحته، او احنا سيبناها ترتاح لمدة تلت ساعة قبل ما ندخلها الفرن وقبل ما ندهن وشها زي ما انتوا شايفين. انت بقى وانت بتدهنيها بالفرشة او بتدهنيها باي حاجة ما تحاوليش تضيعي الخمر اللي هي اتخمرته، تمام كده زي ما انتوا شايفين كده. بقى هندخلها معانا الفرن وهتطلع معانا بالجمال ده. بفرشة بقى بمية ودهني وشها، او ببخاخ مية لو عندك مخصص للحاجات اللي زي دي، بخ على وشها وغطيها عشان تديكي نتيجة جميلة جدا. هتبقى طرية وجميلة خالص خالص وعاملة زي القطنة بالظبط، تمام كده زي ما انتوا شايفين. طلعت معانا بالجمال ده، ما خدتش معايا تلت ساعة في الفرن وكانت طالعة اهوت. انا ولعت الفرن فوق وتحت، خدتش تلت ساعة وطلعت. انت عندك الفرن بيولع فوق لوحده وتحت لوحده، ولعي تحت الاول وبعد كده اديها لون من فوق، تمام. شايفين طالعة بالجمال ده، قطنية وجميلة. يلا حبيبتي حط لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اي حاجة جديدة انا بعملها. شايفين الجمال؟ يلا حبيبتي مع السلامة.